يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام المصري يوم السبت القادم 11 نوفمبر في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب الجونة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بعد خوضه 4 مباريات، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز العاشر ب8 نقاط. ويتبقى للنادي الأهلي بعد خوضه مباراة الجونة القادمة مباراة واحدة مؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لتصدر جدول ترتيب المسابقة، حيث ستتوقف بطولة الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة بسبب التوقف الدولي لخوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، سيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق ميدياما في دور المجموعات يوم السبت 25 نوفمبر.